تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2026 في مباراة تحمل طابعاً خاصاً بين منتخبين يطمحان إلى مواصلة المشوار نحو نصف النهائي. ويدخل المنتخب المغربي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما قدم عروضاً قوية في البطولة ونجح في بلوغ هذا الدور عن جدارة، ليواصل أسود الأطلس كتابة فصل جديد من التألق في كأس العالم وسط دعم جماهيري كبير وطموح لتحقيق إنجاز تاريخي جديد. أما المنتخب الفرنسي فيخوض المباراة بصفته أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، مستفيداً من خبرة لاعبيه وجودة عناصره في مختلف الخطوط، ويأمل في حسم المواجهة والتأهل إلى الدور نصف النهائي. وتحمل هذه المباراة أهمية كبيرة للطرفين، إذ لا مجال للتعويض في الأدوار الإقصائية، وسيبذل كل منتخب أقصى ما لديه من أجل خطف بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وسيتم نقل المباراة مباشرة عبر قناتي beIN Sports Max 1 و beIN Sports Max 2، كما ستكون متاحة أيضاً عبر قناة الرياضية المغربية TNT. فهل ينجح المنتخب المغربي في مواصلة الحلم وإقصاء فرنسا، أم يتمكن المنتخب الفرنسي من فرض خبرته والتأهل إلى نصف النهائي؟ الإجابة ستكون فوق أرضية الملعب في واحدة من أقوى مباريات كأس العالم 2026.